اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم أمي واغفر لها واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. فيديو الصبح اهو عشان يبقى فعلا صباح الخير، يبقى صباح الخير مش صباح الخير والدنيا بتبقى بالليل يعني. قلت بقى كفاية روتينات مطبخ ووصفات والكلام ده، ونخرج نتفسح شوية وأوريكم أنا رايحة فين. ويعني المشوار ده قريب لقلبي جدا جدا، بحب اروحه جدا كل فترة كده. قلت اخدكم معايا كده. انا وصلت لحد يعتبر داخلة على رمسيس كده. قلت اصور لكم الطريق برضو للي ما يعرفش يعني، وخمنوا كده معايا انا رايحة فين. الوكالة. الوكالة وحبي للوكالة، ويعني لو طلت اكتب فيها شعر هكتب. انا بحب الوكالة جدا، خصوصا في الشتاء لانها يعني بترضيني نفسيا كده بخصوص اللبس. بحب انزل الوكالة يا اما يوم الحد يا اما يوم التلات، الدنيا بتبقى هادية شوية ومبتبقى الزحمة. طبعا الجمعة دي بتبقى زحمة موت. وهنا بوريكم محطة المترو اللي قصاد الوكالة على طول. احنا كنا زمان بننزل محطة المترو اللي هي الاسعاف ونكمل كده، او نروح الوكالة من طريق الكورنيش. لا دلوقتي بقى في محطة مترو مسبيرو قصاد الوكالة. طبعا انتوا خدتوا بالكم ان انا في الوكالة من الصبح لحد ما الدنيا ضلمت. وغلطة عملتها المرة دي يعني مش هتتكرر تاني، ان انا يعني انزل بدري جدا. يعني لو طولت انزل الساعة 7 انزل عشان افضل في النور، لان اغلب الاستندات اللي فيها توفير وفيها حاجات كويسة، وطبعا لازم تكون الدنيا بالنهار عشان اعرف اشوف كويس. ولو في ديفوهات ولا الكلام ده كله لازم يبقى الصبح، لان بالليل الاستندات دي ما بيبقاش فيه اضاءة، فما بتشوفيش انتي بقى وحظك. وطبعا بعد ما خلصت مشوار الوكالة ورايحين وجايين وتقليب والكلام ده كله، لازم تتختم بان انا اكل اكلة سمك من عند زكي السماك. يعني السمك بتاعه رائع. دي المكافأة بقى بتاعت يوم الوكالة دي. طبعا خلصت بقى الوكالة. هقول لكم بقى انا نزلت الوكالة ليه. طبعا انتوا شفتوا معايا احنا طلعنا الشتوي ودخلنا الصيفي وفرست الهدوم، وشفت طبعا ما شاء الله الولاد بيكبروا وبيطولوا، والحاجات بقى بتأزعر عليهم فبنوزعها وبنجيب جديد بقى. ونازلين دروس وطالعين دروس، فمحتاجين غيارات كتير. وخصوصا في الشتاء انتوا عارفين الهدوم ما بتنشفش، فلازم يبقى فيه ايه يعني عدد اكبر بحيث ان يعرفوا يلبسوا وهم نازلين وكده. وانا عندي يعتبر عرايس بقى، اللي في 6 ابتدائي واللي في اولى ثانوي لا لازم تلبس وكده. وانا اكتر واحدة ما بتكسفش ان انا بقول ان انا بجيب من الوكالة، وبقولها قصاد اتخن تخين ولا يفرق معايا. اهم حاجة ان احنا لابسين شيك ولابسين حلو. بالعكس انا بقول وبفتخر كده، عشان انا في ليا ناس اعرفهم بيروحوا يجيبوا بألوفات واللبس لا شيك ولا حلو ولا الكلام ده كله. انا ممكن اروح اجيب القطعة ب100 جنيه وتبقى احلى من القطعة ام 1000 جنيه. طبعا انا اتصدمت ان الوكالة كمان علت الاسعار زي المحلات وكده، وانا مكنتش نازلة بصراحة. قلت هنزل في الاجازة، في اجازة نص سنة عشان ما ضيعش وقت وكده. ونزلت شبرا جبت لهم جاكتين ب1000 جنيه. ماشي، ويعتبروا رخاص يعني بالنسبة مقارنة بالأسعار التانية، لا يعتبروا رخاص الجاكتين اللي هما البامب دول. بس طبعا مش هيفضلوا رايحين جايين بالجاكتين، هوريهولكم في الفيديو. لازم يبقى فيه كذا طقم يغيروا فيهم يعني. فانا نزلت، انا كنت نازلة الوكالة ب1000 جنيه. ماشي، ويعني انا زمان كنت بجيب القطع من الوكالة ب25 ب35 ب55. كانت هي دي الاسعار ب85. انا جبت كل الحاجات اللي في الفيديو دي بال1000 جنيه. وبصراحة الوكالة يعني انا ما بكملش، بمشي لحد ما الفلوس تخلص بعد كده بروح. دول الجواكت اللي انا جبتها، واحد كحلي واحد رمادي، كل واحدة واحد. وطبعا بقى جبت الحاجات اللي انا وريتها لكم. جبت 6 قطع سويت شيرت. وطبعا انتوا شايفينهم عاملين ازاي. الحاجات دي طبعا اتغسلت واتكوت. وفي قطعة انا سبتها ما غسلتهاش عشان اوريها لكم. يعني هي المشكلة كلها ان الحاجة مثلا ممكن تكون مطربة سيكة. لكن شطارتك بقى في الوكالة ان انت لازم تقلبي في الحاجة كويس جدا عشان لو فيها ديفوهات او كده. طبعا اغلب اللبس ده بيبقى براندات بيتباع في المحلات بأرقام يعني.
بصوا دي القطعة اللي انا ما غسلتهاش بالتيكت، يعني ما فيهاش غلطة. طبعا لازم تقلبي في الحاجة كويس عشان لو فيها ديفو ما تاخدهاش. وهنا بقى انا جبت ليا بنطلونين. السويتشيرتات دي القطعة ب100 جنيه، طبعا كده تعتبر غالية بالنسبة للسنة اللي فاتت. وجبت ليا بنطلونين، واحد اوف وايت واحد جينز ماركات برضو. البنطلون ده القطعة عاملة 50 جنيه. طبعا ولا حاجة بالنسبة للأسعار البناطيل. أنا جايبة لبنتي بنطلون وايد ليج ب300 جنيه من شبرا. هنا بقى ده كان آخر حاجة بقى أنا جبتها، بورنوس. طبعا في حاجات هناك كده، في أماكن في الوكالة بتبيع الحاجات دي، بورنوس والفوط والملايات، اسمها خرج فنادق. أنا جايبة البورنوس ده ب130 وزي الفل، مفهوش ديفو خالص.